ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فاليوم أيها المسلمون هو يوم التكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر تعني أن أي كبير فمن الذي أكبر منه؟ الله سبحانه وتعالى رب القوى والقدر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. أيها المسلمون، عنوان هذا الدين التكبير، فنحن إذا جئنا لننادي على الصلاة رفع المؤذن صوته وقال الله أكبر، وإذا ما جاء ليقيم الصلاة نادى بأعلى صوته وقال الله أكبر، وإذا ما دخلنا المعارك الحربية نادينا بأعلى أصواتنا الله أكبر فنصرنا الله، وإذا ما جئنا لنذبح أضاحينا قلنا بسم الله والله أكبر، وإذا ما جئنا لنقبر موتانا قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله والله أكبر. عنوان هذا الدين هو التكبير، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يربط أعيادنا بعبادة من العبادات. ففي عيد الفطر المبارك بعد أن صلينا وصمنا وقمنا لله تبارك وتعالى جاء عيد الفطر. وفي عيد الأضحى بعد أن وقف الحجيج بالأمس على صعيد عرفات وحداؤهم واحد ونشيدهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك. والله عز وجل يباهي بالحجيج ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى هؤلاء، آتوني شعثا غبرا ضاحين، ضاحين أي متعرضين لحرارة الشمس. ماذا يريد هؤلاء؟ قالوا يا ربنا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وإذا ما جاء الحاج ليفيض من عرفات إلى مزدلفة نادى عليه مناد من قبل الله وقال له أيها الحاج اعلم أن الله قد غفر لك ذنبك فاستأنف مع الله عملا جديدا. أيها المسلمون، شاءت إرادة الله عز وجل أن نذكر في عيد الأضحى المبارك سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الله تبارك وتعالى مدح سيدنا إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومدحه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى سيدنا إبراهيم ببناء بيت عظيم لله عز وجل وهو الكعبة المشرفة. ووفى سيدنا إبراهيم عليه السلام
حينما ألقي في النار، ألقاه النمرود بن كنعان في النار. وكما يذكر الإمام البغوي في تفسيره في سورة الأنبياء أن جبريل عليه السلام جاءه وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما له سبحانه وتعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام الذي وفى حينما رأى رؤيا في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، وكان الأمر شديدا أنه لم يأته الوحي، ولكن رأى رؤيا أنه يذبح ولده، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. جاءه إسماعيل قبل إسحاق، وكان عمر سيدنا إبراهيم عليه السلام 86 سنة. لك أن تتخيل أن هذا هو أول مولود له بعد 86 سنة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: كاد الحليم أن يكون نبيا. فلما بلغ معه السعي، كان عمر سيدنا إبراهيم 13 سنة، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني هذه كما يقول علماء اللغة العربية صيغة تصغير، والتصغير هنا للرحمة، وحاشا لسيدنا إبراهيم أن يكون تصغيره لولده من قبيل التحقير. التصغير للرحمة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان جواب سيدنا إسماعيل عليه السلام: قال: يا أبت. جاء بتاء التعظيم والتوقير والإجلال. وها أنا أنادي على الأولاد، على الأبناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم كبركم أبناؤكم. ولما جاء الشاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة في سننه، قال: يا رسول الله ما حق الوالدين على الولد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما جنتك وهما نار، هما جنتك وهما نار. جنتك ببرهما، بطاعتهما، بالإحسان إليهما، وهما نارك بعصيانهما وعقوقهما. ولذلك نتعلم من سيدنا إسماعيل عليه السلام قال: يا أبت، جاء بتاء التعظيم، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل له افعل ما ترى، ولكن قال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. قدم المشيئة: إن شاء الله من الصابرين. لم يقل ستجدني شجاعا من الشجعان، بطلا من الأبطال، ولكن طلب من الله عز وجل الصبر على ما ابتلاه به. وكما همست في أذن الابن أنا أهمس في أذن الأب. عليك أن تربي أولادك على مائدة القرآن، عليك أن تربيهم على طاعة الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده. أفضل هدية، أفضل عطية، أفضل حاجة تعملها لابنك إيه هي يا سيدنا النبي؟ قال: ما نحل والد ولده خيرا من حسن أدب. لا مانع أن تشتري له سيارة، لا مانع أن تضع له أرصدة في البنوك، ولكن الأهم أن تؤدبه بآداب الإسلام. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاء الشيطان لإبراهيم عليه السلام عند جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى: يا إبراهيم، ما رأيته هو وحي من الشيطان وليس من الله. فرجمه عند جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، فكانت سنة لسيدنا إبراهيم نحن نتبعها إلى الآن.
وجاء لإسماعيل: يا إسماعيل، إن أباك يزعم أنه رأى في منامه أنه يذبحه. قال: يا هذا، ولماذا يذبحني أبي؟ قال: يزعم أنه رأى رؤيا من عند الله. قال: يا هذا، إذا كان أبي يريد أن يذبحني من تلقاء نفسه فلست أحن علي من أبي، وإن كان أبي يريد أن يذبحني لأمر الله فأنا وأبي فداء لأمر الله عز وجل. وتأتي الوصايا من الولد لوالده: يا أبتي، اذبحني من قفاي، كبني على وجهي، لئلا تقع عينك في عيني فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. يا أبتي، ارفع ثيابك عني، لئلا ينطحها دمي فتراه أمي فتحزن. يا أبتي، إذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام. وتأتي الآية الكريمة: فلما أسلم، بألف التثنية، أسلم كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. والسؤال: هل أنت أسلمت لله عز وجل؟ كنت أسمع في صغري كثيرا من الناس يشكو الله عز وجل، يقول: يا ربي، هو مفيش إلا أنا تبتليني بهذا البلاء؟ نحن نريد أن نسلم كما سلم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين لا حاجة للدم ولا حاجة للحم. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. يقول ابن عباس: جعل الله تحت السكين قطعة نحاس لا تجرح إسماعيل. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يحاول ذبح ولده، وكأني بالسكين تقول الخليل يريدني أن أذبح، والجليل يريدني ألا أذبح. وجاء الفداء من الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل عليه السلام بكبش رعى في الجنة 40 خريفا، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. هذا تصديق لقوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، من سورة الشعراء. ونحن إلى الآن نصلي ونسلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام في تشهدنا. أيها المسلمون، اليوم هو يوم فرح، إلا أن فرحنا محدود بأمر الله ونهيه. قرأت في الفلسفات القديمة أن أناسا إذا جاء العيد استحلوا كل شيء، فعلوا كل الموبقات، ارتكبوا كل المحظورات والمحرمات، إلا أن المسلم ليس عبدا للكاس ولا للطاس، إنه عبد لله عز وجل، يفرح بفرح الله تبارك وتعالى. وصيتي إليكم أيها الإخوة أن نصافح بعضكم بعضا، وأن يقول الأخ لأخيه: تقبل الله منا ومنكم، كما كان يفعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وصيتي إليكم أيها الإخوة أن ترجعوا من طريق غير الذي أتيتم منه، لأنه يشهد لكم أمام الله عز وجل. وصيتي إليكم أيها الإخوة أن تصلوا الرحم، فقد علقت الرحم بإزار الرحمن، فقال الله عز وجل لها: مه يعني اسكتي اسكتي. قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا أخاف أن أقطع. فقال الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ واصل الرحم موصول من الله، وقاطع الرحم مقطوع من الله. صل أباك وأمك، أخاك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، وإنك من المسلمين والمسلمات. وكن أنت الأولى، وكن أنت الأقرب إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وصيتي إليكم أيها الإخوة في هذا اليوم أن توسعوا على الفقراء والمساكين، فإنهم لا يشترون اللحم من زمان طويل، ومن عادة الفقير أنه يأتي إلى الغني، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الأغنياء أن يذهبوا إلى الفقراء لحفاظ ماء وجوههم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أيها الإخوة، اذكروا إخوانكم في غزة، اذكروا إخوانكم المجاهدين في كل مكان وزمان،
أسأل الله العلي القدير أن يجعله عيدا ميمونا مباركا على أمتنا العربية والإسلامية. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم واغفر ذنبهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، واجعلنا في عامنا القابل من حجاج بيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. اللهم احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا، بارك لنا في أعمالنا، واسع لنا في أرزاقنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. كما نسألك يا رب العالمين أن تشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم خذ بأيدي المرضى إليك أخذ الكرام عليك. اشف مرضانا خاصة ومرضى المسلمين عامة، وارحم موتانا خاصة وموتى المسلمين عامة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كل عام وأنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.